مساء الخير، مساء المحبة عليكم صديقاتي حبيبات قلبي. جيت اليوم وياكم فيديو جديد ووصفة جديدة. واليوم وصفتنا هي كيكة المي. منو سامع بيها؟ اليوم نسوي وياكم كيكة المي. لا البيض ولا الزفرة مالت البيض ولا الحليب زايد ولا ناقص. اليوم كيكتنا بالمي. مثل ما تشوفوا المكونات، خليت كوب من الشكر ونصف كوب من الكاكاو الباودر ونصف كوب من الزيت وكوب ونص راح أخلي مي واخلطهم كل زين. هذا النص الثاني وراح أخلطهم. قبل ما أخلطهم راح أخلي 2 بيكنج باودر و1 فانيلا. طبعا كيكة كلش طيبة وخفيفة، كلش خفيفة، أبد ما بيها أي دهونات أو زفرة. راح أخفقهم هاي الخفاقة اليدوية حد ما يذوب عندي الشكر ويا كل المواد. أنا راح أجي أغربل أو أنخل الطحين. كلش ضروري الطحين تنخلوه بنات بهاي الوصفة حتى تكون الطريقة عليكم أسهل. كوبين طحين بس، وارجع أخفقهم بهاي الطريقة لحد ما كل الخليط عندي يتجانس سوا. هسه أرجع أخلي الكوب الثاني وهمينه نفس الوضعية، أنخله وأرجع أخفقهم. هسه هنا كمل عندي خليط الكيكة وصار بهذا الشكل يجنن. وخاشوقة من محسن الكيك خليتها همينه. أنا حضرت القالب وخليت ورق الزبدة ونزلت الخليط بيها مثل ما تشوفون. اللي وصل لهنا بالفيديو وياي لا ينساني باللايك والاشتراك ودعم القناة كي يوصلكم ما هو جديد. هنا كملت الكيكة مالتنا وصارت بهذا الشكل اسفنجية روعة، يعني هي تتفلش صارت. وهنا خليتها بالصينية بعد ما بردت. راح أقصصها قطع انتم شلون ما ترغبون بعد قصصوها. كلش صارت يعني هيجي شلون يعني تتفلش بالإيد من قد ما صارت يعني اسفنجية. جربوها بنات كلش حلوة. أنا خليتها بمواعين التقديم وراح أزينها صوص الشوكولا. طبعا لهنا يعني خلصت وصفتي للكيكة. هذا الشي بعد اختياري إذا كنتوا تريدون حابين تزينوها أو لا. صارت بهذا الشكل الروعة يتجنن وطعمها ما أسولفلكم كلش طيب. بس باقولي على الخفة شلون صارت كلش خفيفة، كيكة كلش طيبة صارت. لهنا أنهي فيديو اليوم وياكم. لا تنسوني باللايك والاشتراك ودعم القناة كي نبقى عائلة حلوة إن شاء الله. سهمكم ألف عافية، في أمان الله.